انت ماسك بطاطس تاني يا نرمين. انا مش بصي، انا تقريبا هخليكي تعملي لنا كل حاجه فيها كلمه بطاطس مذكوره تاني؟ ايوه. كفايه جايب لك فيديو كفايه، جديد انا زهقت. ما اكلتهاش قبل كده، شفتها ما اكلتهاش قبل كده. شايفين الفيديو اللي معايا ده؟ في فيديو كده حلو شغال دلوقتي. انا عايز البطاطس دي بطاطس هنديه، البطاطس الحلزونه. انا عايزها بقى، عايزين نعملها في البيت يا وتوريني. عماد انا زهقت من البطاطس، بذمتكم ما زهقتوش؟ انا زهقت. طب هم هياكلوا ايه؟ شيل البطاطس من باقي الايام خلاص كده شكرا. ماشي، ما احنا لعبنا بيها كل الالعاب. لا لسه دي جديده. دي جديده؟ مش البطاطس دي جديده بذمتكم؟ لو حد فيكم شافها قبل كده يكتب لنا في التعليقات. يلا بينا. حاضر يا عماد. عايز وزنها لايه؟ يلا بينا. يلا بينا. طبعا احنا المفروض في مكنه بيعملوا فيها البطاطس الحلزونه دي، بصوا اهي. بس طبعا احنا ما عندناش المكنه، نرمين عملتها يدوي يعني، فاحنا هنعملها يدوي. نجيب بقى الخله وندخلها في البطاطس، وده شغل رجاله مش ستات يعني. نرمين في القصه دي للاسف مش هتفلح. اتفضل يا ريس. بصوا بقى، بعد ما حطينا البطاطس بتاعتنا في الخله، هنجيب بقى ايه، السكينه تكون صغنطوطه، ونبدا بقى نلف حوالين البطاطسايه بالشكل ده. باينه باينه. نفضل نلف كده اهي، وتلف 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 لغايه اما نخلصوها. ما تقلقوش، انتوا هتحسوا ان هي يعني ايه، بتلف معاكوا عادي، مش هيجرى لها حاجه. ولو حته تخنت سيكه عادي برضو. المهم ايه، السكينه تبقى بتلف حوالين الخله. انا اتعورت لك في الفيديو ده على فكره، معلش. انا هفضل ازله عليها لي يومين. معلش يا ما اتعورت في المطبخ، كله يهون لاجل البطاطس. تاني او عاشر. يا الله، انت عندك مشكله نفسيه مع البطاطس يا نرمين؟ عماد زهقت. يعني انا باكل طول عمري بطاطس محمره، ايه اللي انت عمرك ما اشتكيتي ولا عملت زي ما بتعملي في الفيديو ده؟ انت كل شويه بتطلع لي فكره جديده للبطاطس. طب ودي حاجه وحشه مثلا؟ يعني ده انا بوريكم افتكاسات جديده كمان مش عاجبنا، يعني هي مش عاجبها اي حاجه. لا عجبني طبعا، انا اقدر اتكلم. يلا بس كملي. نلفها كده بقى عشان ايه، دي اخر حته. بس كفايه، خلي الحته اللي فوق دي تبقى تخينه. بصوا شكلها حلو ازاي. الله عليكي يا نرمين يا فنانه. في حته فصلت منها، في حتتين عادي يعني. كده كده الخله ماسكاها يا جماعه، يعني ايه، ما تتضايقوش. بصوا شكلها حلو ازاي. حلزوني دي ولا مش حلزوني؟ يلا بقى نجهز الخلطه. هروح اشطفهم تحت الميه ونجهز الخلطه. لحد نرمين ما تيجي من غسيل البطاطس هنجيب نص كوبايه دقيق، استنى، نص كوبايه نشا، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره شطه، ودي نرمين حطها غصب عني انا ما بحبش الشطه، نص معلقه ملح. ونقلب المكونات الجافه مع بعض. الله يمسكي بالخير يا نرمين، دايما مفتقدك في الفيديو. كوبايه ميه هنزودها بالتدريج. حط كده. السلام، حلوه فكره بالتدريج ده، عجبتني منك بصراحه. وطبعا المفروض نستخدم لون طعام، فانا هحط لون جل، يعني لون احمر كده، نقطتين مثلا. حط شويه يا نرمين. حط بس هنشوف اللون. حط شويه يا نرمين. ولو عندكم باودر مفيش مشكله. حطي ميه. محتاجين لون كمان. وحطي ميه. حاضر. ايدها خفيفه قوي في اللون، تحس انها يا عيني بتقطع من جلدها. هو اللون ده غالي؟ لا. امال في ايه طيب؟ 23 جنيه. طب ماشي، ما ده غالي. لا مش غالي ولا حاجه. طب حطي لسه ما باش احمر. حطي لون احمر او لون اورنج عادي. بصوا بقى، ايوه كده بدات تحمر اهي، ايوه كده. بس انا مش عايزه احط ميه كمان. هي كده ممتازه. انا كده مش هنحط ميه كده، ايه القوام، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. وبعد ما حطينا اللون نجيب بقى البطاطس بتاعتنا ونغرقها بالتتبيله. شايفين ده القوام اللي انا عايزاه، اللي هو ولا قوام تقيل قوي ولا قوام خفيف قوي. وندخلها بقى في كل حته. الله، انا متفائل جدا. انا عارفه انت اي وصفه فيها بطاطس بتبقى متفائل. هي البطاطس دي عيش لا ينتهي. مفيش راجل ما بيحبش البطاطس، لو في راجل ما بيحبش البطاطس يقول لنا في التعليقات. بصوا يا جماعه، وقلبتها برضو الناحيه التانية عشان الجزء اللي ايه الناحيه ما دي دخلش احنا عايزين التتبيله تخش فيها في كل حته. بصوا عشان تطلع مقرمشه جامد كده. وبعد كده نحط البطاطس بتاعتنا في الزيت، ولازم يكون الزيت بتاعنا سخن كويس جدا. بصوا ده شكلها بعد ما حمر، شكلها خطير. دلوقتي بقى هنشيلها. وده شكلها بعد ما استوت وشكلها تحفه، وانا متشجع جدا. بصوا شكلها خطير. مفيش مره بتكسفيني في وصفه انت، خلي بالك.
وبعد كده توابل البطاطس عملناها في كذا فيديو قبل كده، ولو عايزينها هبقى ما اكتبها تجيب لكم رش في انا ما الكومنتات. ترشش انت. رش بقى اعمل. دي انا بعملها بقى بالكميه وايه، واستخدمها وانا بعمل البطاطس. طبعا نرمين ايه بتعمل توابل رائعه. وجات فقره التذوق، هل هي رائعه ولا اكثر روعه ولا اكثر جمالا؟ انا بالنسبه لي ممكن اقعد اكل فيها سنه كده، هي شكلها تحفه اصلا. ومقرمشه سخنه بس حلوه. كريسبي. في الفيديو حطوا لها مايونيز، بس احنا ناكلها على طول من غير مايونيز عشان من احنا غير صايمين. مايونيز. مش او هينفع. نعمل مايونيز يومي. لا لا لا، الله تحفه. تصدق كريسبي اها كريسبي، وانا مقطعه تخينه شويه، ففي ايه حلو على حته فكره. كريسبي وحته طريه، فلذيذه. ده الفيديو اللي معانا النهارده، اتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا معانا في القناه، تعملوا فولو للصفحه، طبعا تسيبوا كومنت تقولوا لنا ايه رايكم، الوصفه جميله ولا لا. لو عايزين وصفات نعملها لكم سيبوا لنا لينك الوصفه في التعليقات واحنا هنخش نبص عليها ونعملها لكم. نشوفكم على الف خير. باي مع السلامة. باي.